كوكو بنات، اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال باش تحضري البتي بان سهله ورائعه. وما تبقيش تشدي الصف لاباتيسري في رمضان، غتحضريهم بيدك كيجيو مرقين وبنان، والطريقه سهله جدا. غندوزو للطريقه ديال التحضير. ناخدو 6 ديال الكيسان ديال الفورس يكون ديال الحلوى، كاس ديال العنبه. غادي ناخدو 2 معالق ديال السكر ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وغناخدو قبيصه ديال الملح، غنزيدوها قبيصه ديال الملحه، وغنزيدو فانيا للذوق، وغنديرو 3 ديال المعالق ديال الزيت النباتيه، وغنعجنو الخليط ديالنا بالحليب. كاس ديال الحليب يكون دافئ، وراني غنزيد كاس ونص ديال الماء دافئ حتى هو، حيت ما تجمعتليش العجينه. وصافي غنبقاو نجمعوا العجينه ديالنا حتى كنحصلوا على واحد العجينه رطبه. كنزيدوها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده هكا في الاخر ملي كنجمعوا العجينه ديالنا، وكنبقاو ندخلوها فيها بشويه حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي رطيطب هكا، وكنديروه في واحد البول وكنغطيوه وكنخليوه يخمر. من بعد ما كتخمر لينا العجينه وكيضاعف الحجم ديالها، دابا غندوزو للطريقه ديال التورق. الطريقه كتجي لها العجينه مورقه زوينه الصراحه، غير جربوها وسهله، ما تبقيش عاد طوي العجين وهادي. المهم انا كدير هاد الطريقه هادي كتعجبني. عاد تاخدي العجينه ديالك وتقطعيها على 8، وغتبقاي تطلقي داك غير بشويه هكا، كتطلقيهم بالدلاك على شكل دائره. من بعد كتشدو الزبده عندنا بحراره المطبخ، يعني كما كتشوفوها كتساعد في الخدمه. وغنبقاو ندهنو داك الدوائر، نساو ليا الدوائر ديالنا غندهنوهم كلهم بالزبده كما كتشوفوا معايا. وغنديروا رشيشه ديال الدقيق ولا النشا الا كانت متوفره من الاحسن تكون النشا. كنديروا رشيشه بحال هكا كما كتشوفوا، وكنزيدوا عليها دائره واحده اخرى، وكنكملوا بنفس الطريقه حتى كنساليو العجينه ديالنا كامله. وفي الاخر كنطلقوها على شكل دائره بحال هكا، وكنقطعوها بالموس على هذا الشكل اللي باغينا حنا. المهم تقطع نتوما على حساب الا كان عندكم شي شكل في كتعرفوا ولا ديروه. من بعد كندير له الشوكولا ديالي هكا، ندير الشكل ديال البتي بان اللي باغيه انا. وهذه هي النتيجه كما كتشوفوا، كيجوا زوينين بزاف. كنخليوهم يخمروا حتى كيتضاعف الحجم ديالهم. نتوما البنات ركزوا لي على التوريق، كتبان لكم العجينه مورقه نيت. المهم ها هما من بعد ما خمروا راه كيتضاعف الحجم ديالهم. وشوفوا التوريقه، ركزوا لي على التوريقه، كتبان العجينه مورقه، راه فريمون كيجيو بحال ديال الباتيسري، كيجيو فنين. وعاد يعني عارفه شنو كديري فيهم. بالنسبه لوليداتك تعطيهم لهم في الكوتي في المدرسه، ما تخافي من حتى شي حاجه. وصافي ملي كيخمروا لنا كندهنوهم بالبيض وكندخلوهم للفران يتحمروا مزيان يطيبوا. وهذه هي النتيجه من طابو كما كتشوفوا اللون الذهبي. وانا راه ما دهنتهم لا بناباج لا حتى شي حاجه، درت غير بيضه كامله خفقتها مزيان ودهنت بها، وكما كتشوفوا راه فيهم واحد البريو، راني ما دهناهم بحتى شي حاجه، غير داك البيضه هكاك عطاتهم هاد البريو هادي هكا. وصراحه جاو بحال باتيسري، وكما كتشوفوا جاو مقرمشين ومن الداخل مورقين. غنحل معكم وحيده، هانتوما كتشوفوا راه مقرمشين، يعني من الفوق كاينه القرمشه من الفوق. هانتوما تلاحظوا معايا تبارك الله جاو مرقين التوريقه، جاو رائعين. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ديال هذا النهار. ونتمنى ديروا لي جيم، ما تنساوش ديروا لي جيم باش تشجعوني ونكبروا القناه ان شاء الله، باش ديما نبقى نشارك معكم وصفات ساهلين وزويونين. وشكرا.